السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أخوتي قبل ما نبدا معكم هذه الوصفة إن شاء الله ديال اليوم، أيضا نبغي نشكر جميع الأخوات والإخوان اللي خلاو لي تعليقاتهم واقتراحاتهم واللي تفاعلوا معايا في الفيديو السابق وخلاو لي يعني عطاوني من وقتهم وكتبوا لي تعليقاتهم واقتراحاتهم. شكرا لكم من القلب على يعني الاهتمام ديالكم. صراحة في الأغلبية الاقتراحات كانوا وصفة واحدة، يعني كانوا اللي كيتيقولوا وصفات كتار، كاين اللي تيقول وصفة واحدة، ولكن الأغلبية طلبوا مني وصفة واحدة في فيديو واحد. أنا خوتي غادي نلبي الطلب ديالكم، ولكن ليا واحد الطلب بسيط عندكم ولا على خاطركم، وهو أن أنا خوتي إن شاء الله ملي نبدا نحط بحال هكا وصفات اللي يعني وصفة واحدة في فيديو واحد، نتمنى خوتي أنكم تفاعلوا مع الفيديو وأنكم يعني ديروا اللايكات ديالكم بزاف، لأن كتعرفوا راه اللايكات هما اللي تيخليو الفيديو يطلع في المشاهدة ويشوفوا أكبر عدد من الناس، باش هكا حتى أنا نحس أن يعني هاد القرار اللي اتخذت كان صائب. بالنسبة خوتي أنا غادي ندير إن شاء الله هاد الشي اللي قلتو ليا، ولكن غادي إن شاء الله نشوف، يعني غادي ندير نشوف إلا بان ليا يعني التفاعل كتير وكانوا اللايكات كتارين وكان المشاهدة كتيرة، هذا يعني صراحة فيه خير ليا وليكم إن شاء الله. ولا إن شاء الله بان ليا أن يعني التفاعل أو المشاهدة أقل من يعني الفيديوهات اللي كندير فيهم أكثر من وصفة، فبطبيعة الحال غادي نرجع للوصفات القدام اللي يعني وصفات كتار في فيديو واحد. وراكم عارفين راه ما تبغوا المضرة لا ليا ولا ليكم، جزاكم الله خيرا. ودابا ان شاء الله غادي نبداو الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي كنتمنى انها تعجبكم ويعجباتكم دائما كتنصكم، ما تنساونيش من اللايكات ديالكم ان شاء الله. هنا غادي نبداو ان شاء الله الوصفه الاولى بواحد الشرموله اللي كتكون هنايا من 3 المعالق كبار ديال القزبر المعدنوس، 3 الفصوص ديال الثوم مهروسين، الملح تيبقى دائما على حسب الذوق، وكذلك هنايا غندير شويه ديال الكمون، تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، نصف ملعقه صغيره ديال البابريكا او التحميره، ونصف ملعقه صغيره ديال القزبر يابس، كذلك هنايا 4 معالق صغيره ديال الخرقوم، وهنايا شويه ديال الزعتر، ضروري ديروه او الاعشاب المسمى اللي توفر عندكم. هنايا غادي نضيف عصير حامضه، وغادي نضيف كذلك 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون اولا جوج، وغادي نخلط الكل جيدا. ومن بعد ما كنخلط الشرموله ديالي مزيان مزيان، هنا غادي نجيب اخوتي عندي السردين شريكات. طبيعه الحال كلكم كتعرفوا الشريكات، تعرفوا تغسلوهم، راه نحيدوا لهم السلسول ديالهم، نحيدوا لهم الصرم ديالهم، كنحيدوا ديك القشره كتكون على برا، وكنسقطروهم نغسلوهم ونسقطروهم مزيان. صافي هنا غادي نبدا نشرمل هذوك الشريكات ديالي. ما تبارك الله عليكم كلكم كتعرفوا ان شاء الله، كلكم كتعرفوا يعني تشرملوا السردين. حنا يعني كندير انا هاد الخطوات هكا غير مع الاخوات المبتدئات اولا يلاه مزوجين ما تيكونوش يعني من قبل طيبوا هذا الشيء قبل، فتا هما كيتعلموا معنا. صافي هنا بعد ما غنكمل الكميه ديال الشريكات كاملها اللي عندي، غادي ان شاء الله نخليهم يترقدوا على جنب، وغادي ندوز هنايا غادي نوجد واحد الحشوه. هنا كيف شفتوا بقى ليا شويه ديال القزبر معدنوس من ديك الشرموله، غادي نخليه. نتوما الا ما شاطش لكم الشرموله غادي تضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال القزبر المعدنوس. هنا كنضيف اخوتي كميه ديال الارز الابيض اللي مسلوق نص سلقه. نصب اخوتي هذا الرز، راه داك الرز الصغير المكركب ماشي كلاصي، اللي سلقته نص سلقه كيف قلت لكم وصفيته. انا كنضيف ليه كيف شفتوا واحد ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم، كذلك غنضيف ليه هنايا ملعقه كبيره ديال الحار او الهريسه، وواحد 3 فصوص ديال الثوم او جوج مهروسين، وغادي نضيف الملح تيبقى على حسب الذوق، 4 معالق ديال الابزار، واحد نص معلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا، وكذلك غنضيف واحد نص معلقه صغيره ديال القزبر يابس، وواحد 4 معالق ديال الخرقوم او الكركم. وغادي نضيف كذلك هنايا واحد شويه ديال القشور ديال الحامض مصير، ضروري تضيفوه، راه كيعطي واحد المذاق لذيذ لهاد الحشوه هادي ان شاء الله اللي غادي نوجدو، واللي هي ان شاء الله غتكون هذا الرز اللي غادي نحشيوه ان شاء الله، يعني به هذا نحشيو به الفلفله ديالنا ان شاء الله. هنا ما نساوش شويه ديال زيت الزيتون، واحد 2 معالق كبار، وغادي نخلط كلشي مزيان حتى يتلبس ليا داك الارز بديك دوك التوابل كاملين. هنا بعد ما خلطت كلشي مزيان، انا كنجيب اخوتي الفلافل الالوان اولا الفلفله، يعني ديروا نوع واحد اللي يعجبكم، بعد ما كيف كتشوفوا هكا غسلتهم مزيان، يعني ورحيت لهم ديك الزريعه ديالهم، فلحتهم هكا من الوسط. تقدروا تستعملوا حتى ديك الفلفله الاخرى اللي كتكون يعني ديك الروميه، انا استعملت غير هذه العاديه. يعني انا كنحاول يعني ندير لكم الحوايج اللي تيكونوا غير خاصين باش ما تكلفوش على راسكم. ديك الفلفله الاخرى كتكون شويه يعني غاليه. صافي كنبدا نعمر دوك الفلافل ديالي بالارز على هذه الطريقه هذه. حاولوا اخوتي ما تدكسوهمش بزاف، لان كيف قلت لكم راه الرز ديالنا طيب غير نص طيبه فقط، فضروري ما تخليوه يعني واحد شويه الفراغ باش هكا يلقى فين يتزاد من يطيب.
صافي بعد ما كملت الكميه كامله تاع الفلافل، هنا كنجيب اما مقله اولا طاجين اولا لاطه كتدخل الفرن اللي يعجبكم. هنا وضعت فيها كيف شفتوا جوج حبات ديال الطماطم اللي مبشورين على هذا الشكل كبارين. وهنا غادي نضيف ملعقه كبيره ديال مركز الطماطم. غادي نضيف كذلك 3 المعالق ديال زيت الزيتون او زيت المائده اللي بغيتو فيهم. غادي نتبل بالملح اللي تيبقى على حسب الذوق. واحد راس معلقه ديال الكمون، راس معلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره ديال البابريكا او التحميره. وهنايا غادي نضيف واحد نص كاس ديال الماء باش هكا تكون عندنا واحد لاصوص. صافي غادي نخلط هاد العناصر كاملهم مع بعضهم، وما نساوش واحد الوريقات ديال سيدنا موسى او ورق الغار. وغادي نخلط لاصوص ديالي كامله حتى تكون عندنا واحد لاصوص متجانسه على الشكل اللي كتشوفوا. صافي هنا كنجيب دوك الفلافل ديالي وكنستفهم هكا في ديك المقلاه ديالي. بالنسبه خوتي للطياب نتوما لكم الاختيار، تقدروا هكا تخليوهم هكا وديروا ليهم تغلفوهم بالورق ديال الزبده وتعاودوهم بورق الومنيوم تدخلوهم للفرن يطيبوا من الفوق ومن التحت اللي بغيتو. اولا تقدروا ديروا كي درت انايا ديروهم فوق النار كيف درت انايا هكا، وغتغطيوهم بواحد الغطاء ديالهم ولا شي اي غطاء عندكم وتخليوهم على نار مهيله حتى يطيبوا على خاطرهم. فهاد الاثناء غادي ندوزو نرجعوا لهذيك الشريكات ديالنا بعد ما طرقدوا مزيان في الشرموله ديالهم. كندير هنايا شويه ديال لا شابلور او الخبز المحمص في واحد الصحن، وكنبدا كندوز فيه هذوك الشريكات ديالي هكا، وكنوضعهم في واحد الصينيه اللي فرشت ليها ورق الزبده. بالنسبه للشابلور غادي راه صنع منزلي اخوتي، كلشي كيعرف يصاوبها. راه كتاخذوا غير الخبز اللي تيكون عندكم بايت او لا قديم، وكتدخلوا الفران كتشعلوا ليه النار شويه حتى يتحمص، ومن بعد كطحنوه. صافي هنايا بعد ما كملت الكميه كامله ديال السمك اللي عندي، صافي كناخذ واحد فرشات اولا شيته اولا رشاشه اللي عندكم. كنديروا واحد شويه زيت غير من الفوق، شويه ديال زيت هكا من الفوق كنرشوهم شويه هكا، وكندخلوهم للفرن اللي تيكون مسخن من قبل على 200 درجه. كنشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت ونخليهم حتى يطيبوا لينا ويتقرمشوا عاد نخرجوهم. وفي هاد الاثناء اللي كيطيب لينا السمك ديالنا كنوجدوا واحد السلطه اللي معروفه كلشي اغلبيتكم تعرفوها. هنايا عندي جوج حبات ديال الطماطم اللي مقشرين طبيعه الحال ومقطعين ومنزوع عليهم الزريعه ديالهم. هنا كنضيف هنايا كيف كتشوفوا واحد نص عفوا نص خياره مقطعه حتى هي مقشره، وواحد الحبه صغيره ديال البصله مشلضه، وواحد شويه ديال الخس مقطع حتى هو، وشويه ديال القزبر والمعدنوس. كنتبل بالملح فقط وشويه ديال الابزار وعصير نص حامضه وواحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون او زيت المائده اللي بغيتو. وكنخلط الكل جيدا. هاد السلطه كلكم كتعرفوا اخوتي راه كتواتى مع السردين خصوصا مع الشريكات. صافي هنا غادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا واحد السلطه اخرى اللي حتى هي منعشه ولذيذه وخفيفه على القلب، ولكن راه يعني ثقيله من ناحيه المنافع ديالها. انا كيف شفتوا عندي هنايا شويه ديال الخس اللي قطعته هكا قطع متوسطه، وكنضيف ليه هنايا شويه ديال البربه اللي حتى هي سلقتها وصفيتها. راكم كتعرفوا المنافع ديال البربه حتى هي راه كبيره وغير يعني غير يعني يعني متعدده، يعني ما يمكنش نحسبوها. صافي هنايا كنضيف هنايا عندي واحد الجزره مبشوره، جزره كبيره اللي بشرتها هكا خضراء، وهنايا قطع ديال واحد الليمونه كبيره اللي قشرتها بطبيعه الحال وقطعتها وحيت لها الا كان فيها شي عظم تحيدوه، وكنقطعوا عفوا كنستفوها هكا على هذا الشكل. واخر حاجه باش نعزوا بها اللي غنعزوا بها هذه السلطه وهي شويه الكركاع اللي هكا قطعتوه هكا الى قطع وتنوزعوه هكا. تقدروا تستعملوا اخوتي اي مكسرات عندكم ماشي مشكل. بالنسبه لهاد السلطه غنوجد لها واحد العويصير صغير يعني بسيط غادي نضيفوا لها من الفوق، واللي هو غادي نعصر واحد الليمونه هكا، وغادي نضيف لها هنا ملعقه ديال المزهر اللي كيبقى اختياري، ممكن ما تعجبكمش ما ديروش. شويه ديال زيت الزيتون، واحد الملعقه صغيره ديال زيت الزيتون. نخلط كلشي وغادي نبدا نسقي به ديك السلطه ديالتي. بالنسبه خوتي انا بالنسبه لي هنا راه ما درتش الحلاوه نهائيا، لان اكتفيت بالحلاوه ديال الخيزو او الجزر والحلاوه ديال البربه والحلاوه ديال الليمون تا هو كان عندي حلو فاكتفيت بهم. نتوما بغيتو اخوتي تضيفوا شويه ديال العسل، الا كانت لكم شي عسيله حره النصيحه كانت عندي ولكن كي قلت لكم انا ما درتهاش، ديروها كامل الفوق وديك الساعه تقدموها. وبالنسبه خوتي للفلافل ديالنا هنايا جيت طليت عليهم لقيتهم طابوا صافي كي قلت لكم خليتهم على نار مهيله. بعد ما طابوا وطاب الرز حتى هو صافي هناك خطوه اختياريه، هنا درت شويه ديال الجبن او الفروماج محكوك من الفوق هكا. كي قلت لكم تبقى خطوه اختياريه تقدروا تستغناو عليها. صافي هنا غادي نطفي النار على هاد الفلافل ديالي وغادي نغطي عليهم غير يذوب ليا الجبن فقط. وهكا خوتي كنكونوا وجدنا الغديوه ديالنا، غديوه اقتصاديه ولذيذه وصحيه في نفس الوقت. كيف شفتوا بالنسبه خوتي لهاد الشركات راه تيجيو رائعين، تيجيو مقرمشين، وكيف كتشوفوا في المنظر ديالهم راه يوريكم راه تيجيو بحال مقليين في زيت تماما، مع انهم راه مقليينش في زيت وصحيين. السلطه ديالنا حتى هي وجدنا بالطماطم والخيار والخس حتى هي راه كتجي رائعه كيف شفتوها وضعتها في الوسط الا بانت لكم. بالنسبه للفلافل ديالنا حتى هما تيجيو يا سلام عليهم بديك الصلصه حتى هي تيجيو غزالين. ما شهيتكم فيهم اخوتي جاو صراحه رائعين. وهنايا كذلك هاد السلطه اللي انا كنعتبرها كود كار ديال
هاد الطابلة هادي أو ديال هاد الغدا هذا. صراحة أنا كليت فيها نيت، عجباتني صراحة، مفيدة وصحية 100%. بالنسبة أخوتي للسمك غادي نوريكم هنا السردين ديالنا كيفاش جا عن قرب، باش تاكدوا ملي تنقول لكم راه مقلي، راه بحال مقلي، راه بحال مقلي. ها انتم شوفوا خوتي، راه كانكم قالينو في الزيت تماما، كيجي رائع ولدي، تيجي مقرمش من على برا ومن الداخل فتي وهشيش. نتمنى خوتي انه يعجبكم، وكيف تنوصيكم اخوتي راه اللايكات الله يجازيكم بخير، لانهم هما اللي غادي يخليو هذا الفيديو يطلع في المشاهده، وهكا نكونوا نجحنا في التحدي ديالنا ديال وصفه واحده في فيديو واحد. بالنسبه اخوتي لهذيك الفلافل ديالنا، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو. كي قلت لكم بالنسبه لهذاك الفرماج اخوتي راه كتبقى خطوه اختياريه، انا كيعجبني نديرو حيت كيجي كيعلك ليا داك الرز، وكيجيني الرز معلك كنبغي ناكلو. اما اخوتي راه ممكن تستغناو عليه ماشي مشكل. اما بالنسبه اخوتي لديك الصلصه راه كتجي حتى هي خاطره ورائعه، تقدروا دوزوها بهذاك الارز ديالكم، كيف ما تقدروا كذلك دوزوها بخبيز، راه كتجي حتى هي بنينه ولذيذه. بالنسبه اخوتي السلطه اللي قلت لكم هي الا كنت كاغ ديالي انايا صراحه كعجبتني بزاف، كتجي لذيذه بزاف حتى هي، راه صحيه ولذيذه ومنعشه. نتمنى اخوتي ان هاد الوصفات ديال اليوم انهم يعجبوكم، ولا عجبوكم ما تنساونيش دائما اخوتي من اللايكات ديالكم والتعاليق، دائما كتفرحني. شكرا لكم بزاف اخوتي على التفاعل ديالكم معايا، وعلى الاقتراحات ديالكم، وعلى النصائح ديالكم، وعلى كل كلمه قلتوها زوينه في حقي. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.